نعم. بحثنا في هذه الليلة إخواني الأعزاء هو أنه ماذا قال المفسرون في شأن نزول الآية. أنا هذه الليلة إن شاء الله قدر ما يمكنني أحاول أن أقف عند إمام المفسرين القدماء وهو الطبري في تفسيره. الطبري في تفسيره، تفسير الطبري، قال: تفسير الطبري جامع البيان لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 310 من الهجرة، تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، الجزء 19. ماذا يقول هذا الكتاب في هذا المجال؟ يبدأ من صفحة 101 من الكتاب، يقول: واختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله أهل البيت. من المراد بأهل البيت في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت؟ فقال بعضهم، وسيتضح بعد ذلك أنه بعضهم أو جمهور المفسرين، ولكن على طريقته الطبري ماذا يقول؟ قال بعضهم، ولكن بعد ذلك سنثبت أنه هذا بعضهم، لأنه بعض قد يقول الأقل، قد يكون 3 4، وقد يكون ماذا؟ الأعظم المشهور بين المفسرين. طيب. فقال بعضهم: عني به رسول الله صلى الله عليه وآله. التفتوا جيدا، إذن أهل البيت مو 4، أهل البيت ماذا؟ 5 أصحاب الكساء. عني به رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله عليهم. ذكر من قال ذلك أسناده، يعني الروايات التي وردت لإثبات هذا القول الأول، هؤلاء ال5. ينقل عن أبي سعيد الخدري، هذا الصحابي الأول، ونزلت الآية في 5، قال: نزلت هذه الآية في 5 في، يعني الرواية عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله: نزلت هذه الآية في 5 في، وفي علي وحسن وحسين وفاطمة إنما يريد الله. إذن هذا التصريح أبو سعيد الخدري. جيد. الثاني عن عائشة أم المؤمنين، خرج النبي ذات غداة وعليه مرط مرجل، وقد تقدم. الثالث عن أنس بن مالك أن النبي كان يمر ببيت فاطمة. الرابع عن أم سلمة المؤمنين سلمة، قالت: كان النبي عندي وعلي وفاطمة فجعلت لهم خزيرة فأكلوا وناموا وغطى عليهم عباءة أو قطيفة، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس. هذه إلى الآن كم صار؟ عندنا 4. 2 من أزواج النبي، والآخر سعيد، أحسنتم، أبو سعيد الخدري وأنس. وينقل روايات متعددة هؤلاء إلى أن يأتي إلى سعد بن أبي وقاص اللي هو الخامس، وقال: حدثنا قال: سمعت عامر بن سعد قال سعد بن بلي قال: رسول الله حين نزل عليه الوحي فأخذ عليا وابنيه وفاطمة وأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال: ربي هؤلاء أهلي وأهل بيتي. بعد أكو حصر أوضح من هذا، أهلي وأهل بيتي، أهلي وأهل ماذا؟ بيتي. إذا نحن قلنا أن والمشاهد يتذكر فيما سبق، ذكرنا فيما سبق أن الروايات الواردة عن هؤلاء ال5 إما كلها صحيحة أو لا أقل في كل واحد من هؤلاء توجد رواية ماذا؟ صحيحة. يعني عن عائشة زوج النبي توجد رواية صحيحة، عن أم سلمة روايات متعددة ماذا؟ صحيحة، عن أنس وغيره. وأنتم تعلمون أن التواتر يتحقق ماذا؟ ب5 من الصحابة، وهذا ما صرح به الأعلام في عندهم. بعضهم قال ب4 أيضا، بعضهم قال ب2 يتحقق إذا كانوا من الكبار، وما بالك فإن الذين نقلوا عائشة وأم ماذا؟ وأم سلم. تمام. إذن الرواية بحسب هذا البيان ما هي؟ متواترة. فهي متواترة على فرض، هنا أريد أبين قاعدة المشاهد يلتفت إليها، على فرض أنه توجد روايات أخرى معارضة لها فهي أخبار آحاد. وإذا تعارض أخبار الآحاد مع الخبر المتواتر فإنه يسقط عن الاعتبار كما هو واضح في هذا المجال. جيد. الآن تعالوا معنا إلى القول الثاني. وقال آخرون، لأنه قال بعضهم وقال آخرون في صفحة 107 من الكتاب، في صفحة 107 من الكتاب قال: وقال آخرون من عني به أزواج رسول الله،
يعني أن هذه الآية المباركة مختصة بمن؟ خاصة بنساء النبي. بأي دليل؟ نعم. قالوا باعتبار السياق، ونحن ناقشنا السياق مرارا وسيأتي بعد ذلك. نعم. ولكنه المهم الرواية، لأنه نحن قلنا لابد أن نرجع إلى السنة القولية والفعلية لرسول الله. الله عليه وسلم. ذكر من قال ذلك. أيها الطبري، أيها الإمام الطبري، من قال ذلك من المفسر؟ ما هي الروايات التي أثبتت أنه عنى به النساء ماذا فقط خاصة؟ طيب. قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا يحيى بن واضح قال حدثنا الأصبغ بن علقمة قال كان عكرمة ينادي في السوق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال من؟ عكرمة. نعم. نزلت في نساء النبي خاصة، ولا توجد أي رواية أخرى بس هاي الرواية أبدا في قبال ماذا؟ نعم. وعكرمة يلقيها في الأسواق. اسمع واحدة دكتور. نعم. التفتوا جيدا. أولا أنه رواية عن رسول الله وليست رواية عن رسول الله. عكرمة. وعكرمة صحابي أو ليس بصحابي؟ الجواب كلا، تابعي، هو مولى لابن عباس ولم يرى النبي صلى الله عليه وآله. إذن أولا الرواية مقطوعة مرسلة. أحسنت. لأنه لم يسندها إلى أحد، لا إلى صحابي ولا إلى النبي صلى الله عليه وآله. لم يقل قيل قال رسول الله. أحسنتم. قال كان عكرمة ينادي ماذا؟ في السوق. سؤال، ما هو سندها؟ في الواقع أنا لا أريد أن أطيل على المشاهد الكريم. هذه الرواية أولا أنها مرسلة. من صرح بذلك؟ صرح بذلك ابن كثير، يعني المحقق كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير، تحقيق الأستاذ الدكتور حكمة بن بشير بن ياسين، أستاذ كرسي الدراسات القرآنية في جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك عبد العزيز، أشرف على طبعه سعد بن فواز صميل، الجزء السادس، دار ابن الجوزي. التفتوا جيدا في صفحة 184، في صفحة 184 التفتوا جيدا، الجزء السادس صفحة 184. قال وروى ابن جرير عن عكرمة، مو عن النبي، أنه ابن جرير الطبري، أنه كان ينادي في السوق نزلت في نساء النبي خاصة. المعلق على الكتاب يقول أخرجه الطبري من طريق الأصبغ بن علقمة عن عكرمة وهو مرسل مقطوع. أحسنت. هسه ما أدري، هي لو كانت رواية صحيحة السند لا تقاوم ذلك القول الأول. نعم. فما بالك ماذا؟ برواية ماذا؟ مرسلة. هذا مضافا إلى أنه في صدر هذه الرواية يوجد ابن حميد الرازي، وهو محمد بن حميد الرازي الذي هو ضعيف كما قال العسقلاني في تقريب التهذيب. هذا أمامكم تقريب التهذيب، تأليف الحافظ العسقلاني، في محمد بن حميد في صفحة 839، في تحت اسم محمد بن حميد بن حيان الرازي، حافظ ضعيف.